أنا حميد عبد الهادي المحبوبة الربيعي، أقدم محل لبيع العبي والملابس العربية في مدينة الكوت. وهذا المحل يعني تأسيسه من 1956، كان به المرحوم الوالد، فأقدم عباية بالكوت هو هذا. وهذا السوق هذا تراثي، نشأ ويا منشأ مدينة الكوت. وأكو يوجد سوق ثاني، السوق الثاني تراثي، ذاك يسمى سوق الباشا، وهذا يسمى سوق بيت أبو الهوى نسبة الملاك، ملاكهم بيت الملاك بيت أبو الهوى. فهذا السوق يختص بالملابس العربية مثل القاب والصاية والإشماغ والعباء، ويختص أيضا بمثلا خياطين مال القوط، خياطين مال دشاديش. فهذا السوق أقدم ما موجود بالكوت بدأ. وهذا المحل أقدم محل بالكوت سنة 1956، كان بي مرحوم والدي يرحم والديكم، وبعدين توفى ال 74 فأنا استلمت المحل. هذا اختصاصنا هو العباء والإشماغ والعقار. بالنسبة للعباء أنواع، الشتوية والصيفية. الشتائية بها الوبار والسوري والصوف والأقمشة. أما الصيفية فعدة أنواع. أكو العباء اليدوية، هاي تعتمد على الصوف وغزل يدوي وحياكة يدوية وخياط يدوي. أما أكو عباء ثانية، نوع ثاني الميكانيكي. الميكانيكي هي عباء حياكتها غزلها ميكانيكي وحياكتها ميكانيكية وخياط بالإيد. أما بالنسبة للخياط، الخياط أنواع: خياط الكلبدون، خياط البريسم، خياط البوليستر. نوع الخياط أبو 3 بسامير، أبو 4 بسامير، أبو الدرج، خياط بسمار مربع، واكو كلبدون، اكو ابو الهيله. هاي انواع هذا. اما الوان العباء، اكثر المرغوب العباء بالعباء هو اللون الاسود، واكو الوان جوزي، واكو الوان رصاصي، واكو الوان بيجي، واكو اللون الابيض. وهاي يعتمد اللباس كل من ورغبته. اكو انسان يرغب اللون الاسود، اكو انسان يلبس اللون الجوزي. فهذه هاي الأسواق الموجودة بالوقت الحاضر أقدم ما موجود في مدينة الكوت، وهي اختصاص التراثي. وكان فيها قبل السجادة اليدوية، الحياكة اليدوية والبساط واليزار. بالوقت الحاضر السوق أفضل من قبل، بس قبل شنو كانت العباء الميكانيكية ما موجودة، كانت اليدوية كلها يدوية، يعني يعتمد على الصوفة مالت الغنم، يختاروها صوفة نظيفة وألوان يعني جيدة. ويبدأ هذا الإنسان يغزل غزل، هو يعني مهنته الغزل، فيغزل غزل يدوي. بعدين يكمل الغزل ينطيه الحايك، الحايك حياكة يدوية. بعدين من تكمل من الحياكة ينطوه الخياط، يخياط يكملها على رغبة اللباس. يعني منهم يرغب أبو الهيرة، منهم يرغب أبو البسمار، أبو البسمار بسمارين، أكو 3، أكو 4، أكو هيلة. واكو نوع من الخياط الكلبدون يسموه. هذا الكلبدون انواع، اولا الفرنسي مثلا، هذا يكون يعني باسعاره باهظه. وبعدين الدرجه الثانيه الياباني، والدرجه الثالثه البكر والياباني. ثلاث انواع. هاي بالنسبه للعباء وخياطها.
بالوقت الحاضر اكو ناس عندها امكانيات يقدر يشتري عباء الصوف. هاي الصوف غاليه، يعني من 1,000,000 الى 1,500,000 الى 2,000,000 تصير هاي العباء الراقيه. واكو هذا الميكانيكي من 80,000 دينار 50,000 دينار الى 100,000 دينار الى 150,000 دينار، بس عباء مرتبه وخياط مرتب، وعباء يقدر يدخل بيها بمضيف، يقدر يدخل بيها بمجلس، لانه عباء مرتبه. بالنسبه للعقال، العقال انواع، العقال المرعز والعقال البرم والعقال يسموه حب الرمان، فانواع العقال. ثانيا اللبس بالنسبه للعقال انواع بالنسبه للكبر ماله. احنا مناطقنا يرغبون العقال الوسط، يعني اكو مناطق يلبسون عقال رفيع وصغير. انواع العقال الربع والثلث والنص والعقال كامل. العقال كامل يسموه طمس. بالنسبة للشباب يعني اللبس الأشماغ والعقال وقر، يكون أوقر أكثر. بل أكو الشباب هسه هو مثلا تلقاه موظف هو وبالدوام لابس مثلا زي يعني قاط ورباط وكذا، بس بعد الدوام إذا عنده مناسبة يلبس الملابس العربية، الأشماغ والعقال والقاط والعباية. وثانيا الشباب كل ما يكون التزام عندهم اكثر كل ما يكون يعني هاي رقي للبلد. ثانيا البلد هو بيش يبنى بالاخلاق، يبنى بالتعامل الصحيح، يبنى بالتعاون، يبنى بقضايا يعني التآلف بين الشباب ان شاء الله.